ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ طبعا هنوضح لكم حاله الكلبه سوسكا اللي احنا فتحنا لها التسمم الدموي والمشكله اللي كانت عندها. هنطمنكم عليها النهارده. يا ريت ما تفوتش الفيديو. لو انت اول مره تشوفنا النهارده يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وترجع الفيديو القديم، هتستفاد منها كتير. ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايكات عشان اللايكات بتفرق معانا. يلا نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكار. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا معانا الكلبة سوسكا زي ما انتم فاكرين وعارفينها. الكلبة سوسكا اهي. طبعا جالها مشكلة تسمم دموي او من العض نتيجة التهابات او نتيجة اي حاجة حصل لها. طبعا مشينا معاها بشويه علاجات وحاجات. طبعا بنتابع مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. بنديها طبعا جرعه العلاج بتاعها دلوقتي. حابين نطمنها عليه، نطمن حضراتكم. شاطره سوسكا. سوسكا سوسكا تعالي. شاطرة بس. تعالي يلا قومي يلا. تعالي. شاطرة 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 سوسكا شاطرة. بس يا سوسكا عيب. بس طبعا يا جماعة بنديها حقنة في العضل. طبعا جرعات بتاخدها. الحمد لله الدنيا كويسة معاها، ارتاحت. سيبها يا مصطفى. تعالي يا سوسكا خدي. طبعا يا جماعه لو انتوا تفتكروا اهو ده مكان اللي احنا فتحناه. لو انتوا تفتكروا يا جماعه بقى السعاد. يلا اهو يا جماعه كده الكاميرا توضح اهو. ده مكان الفتحه اهو. كان هنا مكوم كله هنا. بس بقى خلاص كان مكوم هنا يا جماعه. طبعا الحقنه مش بتبقى شديده جدا لان مضاد حيوي جديد. الحمد لله بفضل ربنا الدنيا بقت جميله معاها وبقت كويسه. تعالي يلا شاطره. تعالي يلا شاطره. تعالي يلا. بس وطبعا هنديها بقيه العلاج بتاعها. تعالي خدي. طبعا هي مشكلتها اللي هي ما بتسكتش. بس هي اللي عامله في نفسها كده. بس يا سوسكا عيب بقى. بس بصوا يا جماعه، حتى بص معوره برضو عينيها. بص برضو هي ما بتسكتش مع الكلاب. شاطر. يا بقى ايه قالت لك بقى انا عند ابو مصطفى هيحصل لي اي مشكله، هعمل لاي حد مشكله، هو هيعالج. ماشي يا سوسكا. كده سوسكا الحمد لله خلصت جرعات العلاج بتاعتها وبقت كويسه. تعالي خدي. تعالي. شاطره سوسكا. والحمد لله بفضل ربنا بقت كويسه. طبعا ان شاء الله امر الله احنا كده هنجهزها للحيط بقى بتاعها. تعالي خدي. طبعا هي قالشه خالص وهنجهزها للحيط ان شاء الله بامر الله. وربنا يبارك اللي جاي احسن ان شاء الله. طبعا كنا احنا دلوقتي بنطمنكم على حاله سوسكا زي ما انتم شفتوا. وبعد ما عملنا العمليه وفتحت الكيس اللي هو عبى دم. طبعا الكيس ده يا جماعه كان سارح في الجسم كله، كان هيسرح في الجسم، كان هيعمل لها مشكله. والحمد لله بفضل ربنا الدنيا جميله زي ما انتم شايفين.
هنا لو انتوا تفتكروا كان اللي هو هنا كان كل الصديد هنا كان كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون شغلنا وطريقه التعامل مع الكلاب عندنا او مع كلاب الغير يكون عجبكم. اي حد يا جماعه عايز اي حاجه تحت امر في اي وقت، رقم 10 22 41 751 او اكتب لي في التعليقات او تواصل مع واتساب. اي حد محتاج كميات اكل مفرومه او اي حاجه كله عامل 8 جنيه يتواصل معايا، وان شاء الله امر الله في خدمه توصيل لحد باب المكان. لحد الجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.